السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنقول بعض الرموز في المنام يا جماعة. رؤية الفاكهة أو الخضار كتير في المنام أكبر رزق يا جماعة، بيبقى رزق داخل عليكي أو ورث أو حد جايب لك حاجة أو فلوس داخل عليكي من مشروع أو وظيفة مستنياها للبنت العزباء، زواج، خطوبة قريبة جدا. رؤية الفاكهة في المنام يا جماعة. رؤية ركوب الطيارة للبنت العزباء دليل على الزواج وانتقالها من حال لحال، دليل على النكاح، دليل على الإنجاب. ركوب الطيارة يا جماعة. رؤية الشعر الطويل يا جماعة، زيادة في المال، زيادة في طولة العمر، زيادة في الرزق، زيادة في العلم. لو حلمت بشخص انت بتحبيه في المنام للبنت العزباء، عرفي عن زيادة حب الشخص ده ليكي. طب لو شفتيه في المنام ان هو بيتجاهلك ومش عارف يوصلك، عرفي ان هو بيدور عليكي وعاوز يعرف اخبارك. رؤية ركوب الحمار يا جماعة. ركوب الحمار او ان انت تشوف الحمار في المنام دليل على السعادة والرزق للست المتزوجة للبنت العزباء، دليل على الخطوبة او الزواج لها قريب جدا. لو دخلت بيت اهلك في المنام او حد من قرايبك وشفت فيه افعى، اعرفي ان في حد في البيت ده بيكرهك، في شخص بيبقى عدو ليكي في البيت ده. رؤية يا جماعة، رؤية ان انت واقفة في البحر وشايفة السمك، ده رزق ورزق كبير ليكي جدا. رؤية البيض يا جماعة. رؤية البيض ان انت بتشتري بيض او حد بيديكي بيض او انت بتلمي من العشة بيض، دليل على الرزق الكتير. طيب لو فرخة قاعدة على البيت، ده بيبقى في حد بيدور على إنجابه، هيكون في حمل للبنت العزباء، رزق وجواز ليها البيض يا جماعة. كسرة البيت مع البنت العزباء ده دليل على الزواج أو الإنجاب أو رزق داخل عليها، والله أعلى وأعلم يا جماعة. دي بعض الرموز يا جماعة اللي احنا بنتكلم عليها، اللي دل على السعد أو الفرح أو الهنا بإذن الله. للطالب لو شاف نفسه ان هو بيشرب عصير، بإذن الله نجاح ونجاح بتفوق بإذن الله. رؤية ان حد يشوف نفسه بيشتري موبايل او معاه موبايل، ده للبنت العزباء، ده على خطوبة وزواج لها او سماع اخبار سعيدة بإذن الله. للست المتزوجة اخبار سعيدة، سفر لجوزها، هي مستنية حاجة هتجيلها بإذن الله. دي بعض الرموز يا جماعة. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس.